فكرة القائد يعني حيل زين لنا، يعني حتى بفضله خلى فتح لنا مكتب قمنا ندرس ونتوعى أكثر وتصير عندنا جسارة وقوة حتى ما نخلي أي عدو يفوت بيناتنا. كمرأة يعني إنها تدافع عن نفسها وتدافع عن وطنها، هاي المرأة يعني لازم تكون عندها قوة أكثر وأكثر زادينا تكون عندها قوة حتى إلى أحد مثل شيء هجم، وهذا يعني هي تدافع عن نفسها وعن وطنها وعن أرضها. كان ما عندنا لا فكر، ويعني حتى لو جاء مثل شيء أحد هجم علينا عدو أو شيء نتغبى نخاف. هسه لا، عقب ما تعرفنا على فكرة القائد يعني صارت عندنا جسارة وندافع عن نفسنا. بس احنا ما نقبل هسه يعني اي عدو يهجم علينا وعلي مثل على القائد عبد الله أوجلان او على الحزب هنا، يعني احنا نريد تكون ايد واحدة حتى ندافع عن وطننا ويظل فكر القائد بيناتنا وما يطلع لي برا. لازم نوعيهن اكثر مثل ما توعينا احنا نوعيهن يعني هن يعني الساعة نقول مثل يعني بسجن يعني ما مفتهمات أي شيء من حياتهم، مفتهمات بس إن الضغوطات عليهن، ما يفتهمن إنهن يدافع عن نفسهن وعن شعبهن. بس يعني لجاء شيء أحد عليهن عدو أو شيء هجم عليهن يخافوا يرجع اللي ورا، لازم يتقون ويصير يد واحدة. الله يعافيك، شكرا. يعني خلينا فكرة القائد، يعني فكرة القائد فكرة قوية، يعني خذينا فكرة القائد، خذينا من يعني قوتنا شجاعتنا كلها من فكرة القائد، وإحنا كل الشيء هذا جالنا نسويه ونبالغ بهذا الشيء من فكرة القائد. يعني جهودنا من فكرة القائد، قوتنا من فكرة القائد، يعني مجتمعنا من فكرة القائد. قبل أن نطلع إحنا النساء كلها من فكرة القائد، قبل علينا ضغوطات ما نعرف شنو الموضوع ما نقدر نطلع، بس منهم خذينا فكرة القائد شجعنا تقوينا وقمنا نروح ونجي ونطلع ما عاد نخاف. وما عاد نخاف من زينة، أكثر شيء ضاغط علينا زينة الرجل، وما كذا فكرة القائد ما عاد نخاف من زينة الرجل. قمنا نطلع ونجي على المجتمعات ونروح ونجي كلنا من فكرة القائد. اجتماع البنات ديمقراطي، يعني اجتماع ديمقراطي يعني احنا قبل كنا يعني مو مثل سنة ديمقراطية، قمنا نطلع قمنا نجي قمنا ناخذ فكرة القائد، صارت عندنا قوة صارت عندنا شجاعة، هاي كلها شنو من فكرة القائد الديمقراطية مالتنا. قبل احنا ما عندنا ديمقراطية، كنا تعرف انت احنا حمارة عربية كلها ضغط بالبيت وقاعدين بالبيت وضغط الرجل علينا وعندنا جاهلية كانت حيل، يعني كانت عندنا جاهلية. بس من يوم خذينا فكرة القائد صرنا يعني قوة وعندنا ديمقراطية وقمنا نطلع مع الرجال ونطلع مع النساء، قبل ما نقدر نطلع نخاف من الرجال. بس من يوم خذينا فكرة القائد تقوينا وتشجعنا وما عاد نخاف من أي رجل وما عاد نخاف من أي عدو يصير بيناتنا من قوة فكرة القائد. يعني فكره قوي وشجاعي، يعني هو الدول كلها متحالفة على القائد، واحنا ما نقبل الشيء هذا عمود القائد، احنا ضد القرار هذا. متحالفة من قوته، يعني من ذكاء يعني قوي، ذهنيته قوية، هي متحالفة عليه الدول، أهميته كبيرة. يعني احنا اخواتنا اليزيديات خذينا هذا الشيء وقضبنا ايدين بعضنا وفكر واحد كله من فكر القائد، واحنا ان شاء الله احنا اخواتنا اليزيديات قلب واحد وايد وحده وقوة وحده، ما نقبل اي عدو يدخل بيناتنا. الله يعافيك. هو قائدنا، هو يعني لو ما فكر القائد واخذنا فكر القائد ما نقدر يعني ما نقدر نحرر فكرنا ويكون عندنا تكون عندنا إرادة ونكون حرين. يعني بالنسبة لنا يعني نتمنى إنه القائد ينفك أسره ونتمنى يعني إنه اليوم هذا يعني إنه اعتقلوا القائد يعني مو زين، يعني نريد القائد يطلع، يعني نتمنى إنه القائد يكون موجود بيناتنا. حصلنا فكرة القائد، حصلنا كثير من فكرة القائد، تحرر فكرنا قبل يعني ما كنا يعني نعرف كثير أمور، ما كنا نعرف كثير شغلات، يعني ما تحرر فكرنا. أي صار عندنا إرادة قوة، مثلا إذا يدخل عدو على بلدنا نقدر ندافع، يعني قبل ما نقدر نحكي كلام. نكون هذا يعني زين، رأي زين، نكون إيد وحدة، أي نكون إيد وحدة وفكر واحد، يكون عندنا قوة عشان ندافع عن أرضنا وندافع عن المرأة.